الموضوع بدأ بإن كل حاجة أنت بتقدر اللي أنت تشوفها تعدها، والمصريين القدماء بدأوا الموضوع ده وبدأوا إن هم يدوا رموز لكل شيء بيتعد. فمثلا الرقم 1 أديله اسم أو أديله رمز، والرقم 10 وهكذا. فبقى في رموز معينة بتكورسبوند لي النمبرز اللي أنا بحاول إن أنا أعدها، وبالشكل ده قدروا إن هم يوصلوا لأرقام كبيرة عادي جدا براحتهم، ولكنها كانت بالرموز مش بالشكل اللي احنا عارفينه النهاردة. الكلام ده كان من زمان قوي، من أكتر من 5000 سنة، وأكيد وصلوا لحاجات جامدة جدا في الهندسة والكلام ده، وإلا ما كانوش قدروا يوصلوا لكل اللي احنا شايفينه. ولذلك نقدر ان احنا نفكر ان احنا دلوقتي نكونستراكت أول أكسس عندنا، وهو الأكسس اللي هيكون فيه أي حاجة نقدر ان احنا نعدها. عندي 1 2 3 4 وهكذا، عندي أشياء ممكن اللي أنا أعدها وملموسة قصادي، فكلها أحطها على الأكسس ده. فاست فورورد المجموعة من السنين كتيرة قوي، بدأوا الناس يفكروا طب أنا دلوقتي قصادي مشكلة، أنا لو عايز آخد 1 - 2، فبدأوا إن هم يفكروا في النيجاتيف نمبرز. وفي نفس الوقت دي حاجة انتوتيف قوي، حاجة تقدر إن أنت تفكر فيها بشكل منطقي، لأنك ممكن تفكر مثلا في الدين. إزاي اكسبريس ان انا مثلا مديون بفلوس؟ مش ممكن تكسبريس ان انت معاك فلوس نيجاتيف، وهكذا. فليها جزء منطقي وليها جزء رياضي. لو تاخد بالك اللي بيحاولوا يعملوه هو دايما ان احنا بنكستند النولج بتاعتنا، بان احنا بنضيف حاجة جديدة للشغل الرياضي علشان نحل مشكلة رياضية موجودة عندنا. تعدي السنين ونيجي نشوف عالم من الهند من حوالي 1400 سنة اسمه براما جوبتا، وده كان راجل الحقيقة شغال في كذا حاجة، كان عالم فلك وعالم رياضيات. وده على فكرة دايما هتلاقيه عامل مشترك ما بين الناس، بتلاقي ان هما بيكون عالم فلك وفيلسوف ورياضي. فدي نقطة لطيفة جدا الحقيقة وعامل مشترك. ده ليك انت عشان انت تفكر حتى انك ممكن تقرأ في اشياء مختلفة، فده يحسن معرفتك بفيلدز مختلفة. الراجل ده اتكلم عن الرقم 0، ازاي نعبر عن nothing، ازاي نعبر عن حاجة مش موجودة. فبدأ الناس يفكروا فيها من الجزء المنطقي والفلسفي، وفي ناس كتيرة جدا كانوا ضد الفكرة، ولكن كان في ناس بيقولوا ولكن الشيء ده بيحل مشكلة رياضية برضو، 1 - 1 أفهمها ازاي غير بالرقم 0؟ فبدأ الناس ان هم يكستندوا النولج بتاعتهم، تعالى ننكلود الرقم 0 معانا. حلو. فاست فورورد تاني من حوالي 480 سنة، الدنيا بتقرب شوية. عالم ايطالي اسمه كاردانو ده قام قايل لك في حاجه اسمها الايماجينري نمبرز. دي مجموعه من الارقام هنطلق عليها الايماجينري نمبرز. ايه فايدتها؟ ليها فوائد كتير جدا. حاجه مثلا زي الشغل بتاع السيجنالز بروسيسنج ما ينفعش ان هو يكمل بدون الفورير ترانسفورميشن اللي الكور بتاعها معتمد على استخدام الايماجينري نمبرز. في الفيزيكس هتلاقي شرودنجرز ايكويشن، هتلاقي ان هي برضو مستخدمه الايماجينري نمبرز. فوجود الايماجينري نمبرز، وان كان السمعه بتاعتها مش لطيفه، مش احسن حاجه ان هم بيقولوا عليها الايماجينري نمبر او كومبلكس نمبر، فتحس ان هي حاجه كده مش منطقيه مش حقيقيه، ولكن هي برضو زي النيجاتيف وزي الزيرو، هي بتحل لي مشكله رياضيه. طب فكر معايا بقى، لو انا عايز احط الاكسس بتاع الايماجينري نمبرز دي، هل هحطه مع الريل نمبرز اللي انا بتكلم عنهم دول؟ لا. ليه؟ لما جيت حطيت 0 هو بيكسبرس حاجه في نفس الدايمنشن بتاعي، 1 - 1 في نفس المكان عادي ممكن احصل عليه حاجه اقل من 1. والنيجاتيف برضو نفس المنطق، حاجه اقل من 0. لكن الايماجينري نمبر بيريبريزنت حاجه جديده، بيريبريزنت حاجه البروبرتي بتاعها او الفيتشر بتاعها مختلف. يعني مش هاجي مثلا بعد الرقم 9 وما قايل لك يبقى عندي 1 لا، الكلام ده مش منطقي، صح؟ ولذلك هل نفكر مثلا ان احنا نحط اكسس جديد بالمنظر ده؟ فبالشكل ده لو الاكسس بتاعي مش عمودي على الاكسس التاني، ايه اللي هيحصل؟ وشأن الايماجينري نمبرز على فكرة شأن حاجات تانية هنتكلم عنها في الفيلد بتاع الاي اي، ولكن احنا بنضرب بيها هنا مثال. فانا دلوقتي لو جيت حصل زيادة على الاكس اكسس، ايه المشكلة اللي هتقابلني؟ المشكلة اللي هتقابلني ان انا هلاقي ان الزيادة بتاعت الاكس اكسس دي بيقابلها ايضا زيادة على الاكسس التاني.
فانا لو زدت هنا بمقدار معين هلاقي نفسي برضو بزيد في التاني. يبقى معنى كده ان انا لو حطيت الايماجينري نمبر ده باي طريقه هندسيه مش perpendicular على الدايمنشن التاني، فده معناها ان هم بقوا معتمدين على بعض. يبقى دلوقتي هي لازم تكون اورثوجونال على الدايمنشن بتاع التاني، وده في حد ذاته بيرفلكت اندبندنس. لازم تكون دي اندبندنت عن التانية، علشان لما انا بزيد من 1 ل2 ده مش معناها ان انا بزيد في الايماجينري نمبرز، كمان مش معناها ان الاي بتزيد. فبالتالي انا محتاج يكون عندي الدايمنشن ده عمودي على الدايمنشن التاني. فشكلها الهندسي ان هي اورثوجونال على الاكس اكسس، ده في حد ذاته بيرفلكت رياضيا الاندبندنس، ان ده مش معتمد على ده. فانا لو زدت من 1 ل2 ل3 ل10 ده مش بيرفلكت اي زياده على الواي اكسس. جه بعد كده اويلر من حوالي 250 سنه، الراجل ده بدأ ان هو introduce equation. الايكويشن دي في الماثيماتكس الناس بتقول عليها ممكن انها تكون اجمل equation في الماثيماتكس، e to the power of I pi plus 1 equals 0. طبعا فيها الجزء الايماجينري، وجاوس برضو كان ليه contribution في الكومبلكس نمبرز واتكلم عنها وبدأ ان هو يطور في فهمنا ليها. تعالى بقى دلوقتي ناخد الاكس والواي اكسيس دول ونتكلم عليهم بشكل مختلف شويه. يبقى انا دلوقتي عندي حاجه على الاكس اكسس هنقول عليها ريل، ده الجزء الريل من النمبر بتاعي، وعندي الجزء الايماجينري. لو انا دلوقتي بتكلم عن رقم let's say مثلا ان هو 3 بلس 2i، في الحقيقه في السبيس ال 2 دي ده بيمثل لي فيكتور. الفيكتور ده عباره عن حاجه بنقدر ان احنا نميزها بحاجتين، بنميزها بماجنتيود اللي هو الطول بتاع الفيكتور، وبنميزها بحاجة تانية بنطلق عليها الفيز، وهي الانجل اللي الفيكتور ده بيكون عاملها مع الاكس اكسس. اهتمام الناس بالشكل ده كان مهم قوي في الشغل بتاع الفيزيكس اللي هو الماجنتيود والفيز والكلام ده. في الشغل بتاعنا احنا بقى بتاع كمبيوتر ساينس اكيد برضه انا مهتم بماجنتيود وفيز، ولكن انا برضه مهتم جدا بالكومبوننت بتاع الاكس اكسس والكومبوننت بتاع الواي اكسس، اللي انا عندي هنا 3 على الاكس اكسس وعندي 2 على الواي اكسس، واقدر ان انا اطلق على ده الفيكتور او 1D array. تعالى بقى ناخد اللي فهمناه دلوقتي علشان نقربه اكتر للترمز بتاعت الاي اي. فناخد الاكس اكسس بتاعي ده وهفرض ان هو بيريبريزنت ميجر معين، ولتكن الستادي اورز بتاع الطالب. الطالب ده بالنسبه لي بيريبريزنت حاجه اسمها سامبل، هو عينه، لان هو بيريبريزنت سنجل بوينت ممكن اللي انا احطها على الاكس اكسس ده. البوينت دي بتنتمي لي كاتيجوري او بتنتمي لي كلاس. الكلاس ده ممكن يكون ان هو بيباس مثلا الاكزام او بيفيل، فانا ممكن اقوم قايل والله هو لو اشتغل 6 ساعات في الاسبوع مثلا فهو كده هيباس الاكزام، ولو اشتغل ساعة واحدة بس او نص ساعة هو كده هيفيل الاكزام بتاعه. حلو قوي. يبقى انا دلوقتي عرفت حاجتين، السامبل او العينة اللي انا باخدها، وفي نفس الوقت السامبل دي بتنتمي ليه كلاس معين او كاتيجوري معين. ماثيماتيكلي الكلام ده عباره عن سكيلر، ليه؟ لان هو عباره عن بوينت واحده بس. لما انا باخد الميجر ده اللي هو على الاكس اكسس اللي هي فاليو واحده، فده عباره عن سكيلر، لان هو رقم واحد، ممكن يبقى 1 ممكن يبقى 8 ممكن يبقى 10 وهكذا. لما بسكاتر الداتا بتاعتي على دايمنشن واحد بأطلق على الداتا بتاعتي انها يونيفاريت، فيها فاريبل واحد بس. شكرا جدا ان انت كملت الفيديو للاخر، وان شاء الله هنكمل كلامنا عن التيرمز دي وهنخش في كلام عن الكلاسيفيكيشن والريجريشن والبروبلمز اللي موجوده في الماشين ليرنينج المره الجايه. سلام.